واش نتيا باقا ناعسة؟ نوضي وجدي راسك باش تمشي معايا نخطب من نانا بنت الشيخ المفضل الوالدة المعقل. واش عبرتي يا حادة؟ من أنا بنت العز تقبل بالمعطي مخرز. ومال ولدي يا عطوش كي جاك سيد الرجال واي وحدة تسمناه. وزيدون راه صنايعي والشيخ كيقدو الصنعة. والمهم انا محتاجة لك تمشي معايا، انتي لسانك حلو وكتعرفي تنسجي الكلام. بغيتك تنفخي في المعطل قدام الشيخ وتبيني ليه بلي دارنا غتكون جنة لبنتو منانا. وإلا كمل هاك الزواج اللي كمني دمليج ديال الذهب عمر عينيك ما شافتو. إيوا دابا دويتي يا حادة، صافي تفاهمنا. إيوا زيدي نلبس حالكي ونوريك على لا اللسان الحلو شنو كيدير. واتفقوا بيناتهم باللي حادة غتبين الرضا والمحنة، وعطوش غتبين الوفا والمدح، وهما في الحقيقة كينسجوا في خيوط المكيدة باش يسيطروا على رزق الشيخ. ووصلوا للدار الكبيرة واستقبلهم الشيخ أحسن استقبال، كيف ما معروف عليه الجود والكرم. وتكلمت حادة مع الشيخ المفضل وقالت: سيد الشيخ جينا طالبين القرب منك إلا قبلتي بينا، وكيف ما عارف على ولدي المعطي راه صنايع وخدام على راسو، وبغى لالا مننا بنتك، بغاها في الحلال وعلى سنة الله ورسوله. لا جات على خاطرك وقبلتي يا سيد الشيخ. أي يا سيد الشيخ، المعطي راه خرزنا منو جوج ورزانا ولد أدب. أما دار لالا حادة راه ديما عامرة بذكر الله وغتعاملها بحال بنتها وكتر سيدي. الشيخ المفضل بنيته الصافية شاور من نانا، وحتى هي بدورها وافقات، حيت ما كانش كتبغي تطيح هضرة باها، وبان ليها بلي حتى المعطي راجل مزيان وولد الناس.